السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هذا الخبيز هذا، خبز التوست بالعدس الاحمر لونتي كوراي. كيجي رائع وناجح 100%. الا تبعتوا معايا النصائح اللي غادي نشارك معكم في الفيديو الطريقه، فاكيد غادي ينجح معكم من اول تجربه. هذا الخبز هذا صالح الناس اللي عندهم مقاومه الانسولين، مرضى السكري، كذلك اللي متبعين نظام اللو كارب، وحتى الناس اللي في فترة إنقاص الوزن، فممتاز لأنه مشبع. وحتى الأشخاص اللي كيقلبوا على مصدر بروتين طبيعي، وحتى الأطفال أو البالغين اللي كيعانيوا من فقر الدم، فهذا الخبيز هذا كيساعدهم باش يحلوا هذا المشكل ديال فقر الدم. فتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. المكون الرئيسي ديال هذا الخبز هذا غادي نحتاجو فيه العدس الأحمر اللي هو هذا لونتي كوراي، فغادي تلقاوه في جميع المتاجر، حتى الهرايه راه ولاو كيبيعوه، راه ولا متوفر فيما مشيتو. غادي نحتاجو منه 300 غرام. غادي نقيوه نغسلوه ونديروه في واحد الاناء ونغطيو عليه بالماء، نخليوه ليله كامله. من بعد غادي نصفيه من هذا الماء هذا. فانا هنايا من بعد ما خليته ليله كامله مرقد في هذا الماء، غادي نصفيه وغادي نديروه في الخلاط. فغادي نستمر في الطحن ديالو ونحاول ننزل الجوانب باش هكا يطحن ليا مزيان. ومن بعد غادي نحتاج نص كاس ديال الماء، كاس ديال الشاي العادي، كاس ديال الاتاي العادي، غادي ناخد منه نص كاس، غادي نضيفو على هاد العدس هذا، وغادي نستمر في الخلط ديالو حتى يولي يعني بحال شكل لا سوب، يعني كيكون مطحون مزيان بهذا الشكل هذا. القوام ديالو كيكون على هذا الشكل. غادي نضيفو في واحد الاناء اولا نديرو في واحد الاناء ونكمل التحضير ديالو. غادي نحتاج هنا 2 بيضات. هنا عندي البيض صغير درت 2 بيضات، الا عندكم البيض كبير ديروا غير بيضه واحده، بيضه كامله. غادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي نسم انا بهاد الزرارع هادو. عندي هنا زريعه الكتان، بذور الشيا والزنجلان، تقريبا 2 معالق خليط ما بين هاد الزرارع كاملين. فتقدروا نتوما تنسموا بداكشي اللي كيعجبكم. الاعشاب المنسمه مثلا، الثوم بودره، الشبت اولا هذاك الوراق ديال البسباس تقطعوهم وتضيفوهم، الجبن يعني اعطاه الله ما يدار، زعما تقدروا تفننوا فيه وتبدعوه في طريقه التنسيم ديالو. هنا ضفت معلقه كبيره من زيت الزيتون. وغادي نحتاجو كذلك واحد المكون مهم اللي هو البسيليوم. هاد البسيليوم هذا راه غادي تلقاوه متواجد في المتاجر وراه ولا متوفر عند كل شيء. هنا جبتو بذور وطحنتو وغربلتو وخديت هاد النخاله ديالو. النخاله ديالو هي اللي كنحتاجو. من الفوائد ديال البسيليوم انه كينظم الهضم، وكينظم كذلك نسبه السكر في الدم. وبالنسبه للمخبوزات اللي ما فيهمش الجلوتين بحال هذا الخبز هذا اللي درناه بالعدس، لان العدس ما فيش الجلوتين، فكي يساعد ان الخبز يجي منفوخ ورطب ومتماسك، يعني كيعوض لينا الماده ديال الجلوتين. فغادي نحتاج منه 2 معالق. فغادي نحتاج ايضا معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم اللي غادي نديرها في واحد الاناء، ونضيف عليها معلقه صغيره من خل التفاح باش تفاعل. الا ما كانتش عندكم تقدروا تستغناو عليها وديروا غير الخميره، حبيبات الخميره ديال الخبز. فغادي نضيف هنا كذلك معلقه كبيره من الخميره ديال الخبز، خميره حبيبات، وغادي نخلط مزيان وغادي نخليه واحد شويه بما وجدت المول ديالي اللي غادي نفرش فيه ورق الزبده. فكيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. ما تخافوا منه، ما حتى شي حاجه، راه غادي يطيب لكم وغادي يصدق هو هذاك بحال شكل الكيك، كيكون خفيف ولكن مني كيطيب راه كي يتنفخ. هنايا من بعد ما وجدت المول ديالي غادي ندير فيه الخليط وغادي نخليه واحد شويه باش نوريكم حتى الطريقه اللي بغيتو تصوبوه غير خبيزات صغار. تقدروا ما ديروهش يعني في المول ديال التوست.
فغادي نزينو بشويه ديال الزرارع وغادي نخليه واحد 10 دقائق يخمر شويه، عاد ندخلو يطيب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالو، لا هو لا الخبيزات الصغار فكتشعلوا الفران غير من التحت، سواء كان ديال الغاز ولا ديال الضو، غتشعلوا العافيه غير من التحت، عافيه تكون متوسطه، وتخليوه يطيب وتراقبوه. مني كيتنفخ كتجربوه هكا بالعود ديال الخشب، تجربوه، تخشيو فيه، الا خرج لكم ناشف عرفوه راه صافي وجد. بالنسبه للخبيزات فراه كتوضعوهم في الصينيه غير بالمعلقه، وكتقادوهم هكا غير بالمعلقه، ترشوا عليهم شويه الزنجلان ولا الزرارع وتدخلوهم يطيبوا. وضروري تفرشوا ليهم شي حاجه باش ما يلصقوش ليكم، يعني ما ديروهمش منهم للصينيه. هذا الورق ديال الزبده راه كيساعد بزاف باش ما كيلصقش لكم الخبز. فاش يطيب خليوه حتى يبرد، عاد قطعوه، ضروري خاصو يبقى شويه حتى يبرد عاد تقطعوه. فانا طيبت هاد الخبيزات هما الاولين لانهم ما غاديش يشدوا وقت طويل، خرجتهم ودخلت الخبز ديال التوست يطيب. شوفوا معايا الطراوه ديالو كيجي زوين وطري وما يتفرتت، ما معجن ما حتى شي حاجه. فلا تبعتوا النصائح اللي عطيتكم في الفيديو والطريقه فاكيد ما غاديش يفشل لكم، وغادي يجيكم زوين كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. بالنسبه لخبز التوست كيف تخرجوه من الفران، حيدوه من المول باش ما يرجعش عليه ديك السخونيه ويتعجن. خرجوه وديروه فوق واحد الشبيكه ولا فوق سطح العمل، المهم ما يكونش في المول، ضروري تحيدوه من المول. هذا ورق الزبده راه كيساعد باش دغيا كتجبدوه. فغادي تخليوه حتى يبرد تماما، خاصو حتى يبرد عاد تقطعوه. فاش غادي تقطعوه راه ما غاديش يكون كيتفرتت ولا معجن ولا حتى حاجه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالو، غادي تاخذوا واحد من بعد ما يبرد وتقطعوه، غادي تاخذوا بلاستيك غذائي اللي كيدخل المجمد، غادي تستفوه فيه وتدخلوه المجمد. مني غادي تبغوه غادي تخرجوه وتديروه في آلة ديال البانيني تسخنوه، ولا في مقله، ولا حتى في الآلة ديال لي توست. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتجربوا الوصفه وتنجح معكم ان شاء الله. خليتكم فرحة الله وتهلاو في ريوسكم.